المباراة اللي صارت في الاعتزالات الاهلي بنغازي الاهلي طرابلس. نعم تم 3-1 لصالح من؟ لصالح الاهلي طرابلس. ومن اللي كان فيها دور كبير؟ من هو؟ من هو اللي كان فيها دور كبير؟ سعدي معمر القدامي. انت كنت توقف قدام السعدي. انت حصل كرة بالارض، تخيلت اني انا او توقعت اني انا انه اللاعب الاهلي لمست لقطة ركلة جزاء، فوجدتها بصراحة ركلة خيالية، واللاعب الكرة صدمت بوجه الرياضي وخرجت خارج الملعب، ولا تبدو هناك ركلة جزاء. وحكم المباراة يلغي الهدف. إذا تم إلغاء الهدف يعني حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللقطة لا يوجد شيء، الأمور ماشية بشكل طبيعي، رأسية، اللاعب عادي، لا وجود حالة تسلل، لا وجود. هذه الكرة شوف 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 أوه 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 أوه. يا مرحبا. هناك بعض الحقائق التي نراها نحن. انت ما استفدتش من مباراة الاهلي بنغازي. استفدت من الاهلي بنغازي. اكبر مضمون الاهلي بنغازي اللي تقول لي الاهلي بنغازي لو سمحت. سيقاتل في هذه البطولة إذا لم تكونوا في المساندة، في المتابعة، في التشجيع، في المؤازرة. لا تطالبوا اللاعبين كثيرا، لا تطالبوا في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تكتبون الكثير. احضروا وشجعوا وآزروا من أجل الأهلي إذا كنتم تريدون أن يحقق ما تتمنون من طموحات، من ألقاب.